الحمد لله رب العالمين، إلهي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمد المقر بكمالك وجلالك، وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك على العرش استوى ملكا على كل الملوك، فالملك ملكك أنت وحدك لا شبيه ولا شريك، عجزت عقول الخلق عنك وكلهم قد حار فيك، لكن بظل الحب تشهدك القلوب وترتجيك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا وخيرنا محمدا رسول الله، صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، فيا أيها الجمع الكريم، الليلة وبساحة هذا المسجد العامر بأهله تشرفت أرض المعمورة التي استشرفت منذ فترة طويلة قدوم هذه الكوكبة من علماء الأمة، فقد ألقت إليكم الأمة بفلذات أكبادها. معنا الليلة وتحت ريادة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقام هذه الأمسية الدينية وتلك الندوة الكبرى التي طال انتظارها، حيث يحضرنا هذه الليلة أعلام الأمة وسادة الدعوة وملوكها على أرض الإسكندرية. شرفنا الليلة بالحضور معالي وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق، وكذلك شرفنا فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وكذا الأستاذ الدكتور منير حمدين أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. شرفتمونا، نزلتم أهلا وحللتم سهلا. وكذلك معنا القارئ والمبتهل فضيلة الشيخ بشير الشحات، القارئ والمبتهل بإذاعة القرآن الكريم. والآن وحتى لا نطيل، فأنا أعلم أن آذانكم قد اشتاقت لأن تتشنف إلى هذه الكلمات الطيبات، وخير بداية نبتدئ بها هو القرآن الكريم، وفضيلة القارئ الشيخ بشير الشحات فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام المسجد الحرام إن شاء الله
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة، كما ذكرنا أن موضوع الليلة هو موضوع الوقت وموضوع الساعة. الأمة كلها في انتظاره، ألا وهو الإيمان بالله وأثره على الفرد والجماعة. تقام هذه الأمسية على أرض المعمورة وتحت ريادة إدارة أوقاف المنتزه بريادة فضيلة الشيخ علي البنا، وهو علم من الأعلام. الإيمان بالله تكلم القرآن الكريم عنه في غير موضع من كتاب الله، بل إن عليه مدار القرآن الكريم وعليه مدار السنة النبوية المطهرة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا. الإيمان 69 شعبة، أحاديث وآيات جاءت لتربي الأمة الإسلامية على منهاج الله وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع كلمة البداية فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بارئ البريات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار ولا تغيره الأعصار ولا تتوهمه الأفكار، وكل شيء عنده بمقدار. أتقن ما صنع وأحكمه، وخلق الإنسان وعلمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والاقتدار، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، الموصوف في التوراة بوصفه في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ويقيم الله به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، يفتح الله بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وبعد، فإني أشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعني وإياكم في هذا المسجد الطيب المبارك، وفي هذه الساعة وفي تلك الليلة الطيبة المباركة. ولا أنسى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، صاحب الفكرة الأساسية في عقد هذه الندوات واللقاءات التي لها إن شاء الله عظيم الأثر والفائدة والنفع. ثم الشكر لصاحب الفضيلة فضيلة مولانا الشيخ وكيل وزارة الأوقاف مولانا فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق، صاحب الخلق العظيم والتواضع الكريم والعلم الجم، وصاحب الفضل على هذه المساجد بعد رب العزة جل وعلا في الاهتمام بها. وكذلك فضيلة أستاذنا الدكتور منير حمدين، الأستاذ بجامعة الأزهر كلية اللغة العربية، صاحب العلم الواسع والأخلاق الكريمة الفاضلة، نتعلم منهما الكثير والكثير. وكذلك الشكر لإمام هذا المسجد الطيب المبارك فضيلة الشيخ أحمد رضوان ومدير الإدارة، وفضيلة القارئ الشيخ بشير الشحات، ولكل المشايخ ولجميع السادة الحضور. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. عنوان هذه الأمسية وتلك الندوة: الإيمان وأثره على الأمن، أو أثر الإيمان على الأمن والاستقرار النفسي. كلمة أمن كلمة ذكرت في القرآن بمشتقاتها ما يزيد عن 800 مرة. مادة أمن بمشتقاتها من الأمن والإيمان والأمنة والأمانة، كل ذلك ورد في القرآن الكريم فيما يزيد عن 800 مرة، وذلك لعظيم الفضل والأثر الذي ينبغي علينا أن نتفطن إليه، لأنه لا يكون هناك استقرار
ولا أمن ولا راحة ولا طمأنينة إلا بالإيمان. ورب العزة جل وعلا ذكر ذلك في جملة قصيرة. قال جل شأنه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جملة قصيرة، انظر فيها ما يصنف مجلدات وكتب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الدواء لكل داء ذكره لك رب العزة جل وعلا. فعندك الدواء، فإن أنت أخذت به شفيت من كل داء. فإن أنت حققت هذا الذكر بما يشتمله، وليس المقصود الذكر اللساني فقط، مش المقصود الذكر اللساني فقط، ولكن أن يتحقق ذلك في أفعالك. أي حينما تقدم على عمل تكون حينئذ متذكر لربك جل وعلا، وتعلم أنه مراقب لك، وأنه مطلع عليك، وأنه يعلم هل هذا العمل قصدت به وجهه الكريم أم لا. وكذلك عند المعصية إن أنت ذكرت الله حينئذ تبتعد عنها، لأنه إذا كان الإيمان متلبس بك يستحيل أن تأتي بمعصية، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو وهو مؤمن. كأنه خلع ثوب الإيمان، فلما خلع ثوب الإيمان وقع في المعصية. لا يجتمعان. حينما يتلبس بالمعصية، وكذلك السارق لا يسرق السارق، استحالة أن يسرق وحالة الإيمان عنده، لأن الإيمان يتنافى مع تلك المعاصي. فإذا تحقق هذا الإيمان تحققت السعادة والطمأنينة والاستقرار وراحة البال في وجوه الحياة على الفرد وعلى المجتمع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ركز معايا، ربك بيقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيه اللي هيحصل له؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أي عمل صالح كان صاحبه ذكرا أو أنثى، لكن الشرط وهو مؤمن، تلبس بحالة الإيمان، كان مؤمن. هذا العمل الصالح ما هي النتيجة التي يستوجبها أو الأثر الذي ينتج عن ذلك؟ فلنحيينه حياة طيبة. العلماء قالوا: ما المقصود بالحياة؟ منهم من قال: هي الحياة في الجنة. ليه قلت الكلام ده؟ قالوا: لأن الحياة مهما كان فيها لا تخلو من الأكدار، ولا تخلو من الأحزان، ولا تخلو من الهموم. يعني يعني الحياة مختلطة، فمش هيكون على طول طيب. 8 أشياء ملهى تمر على المرء، على الإنسان، ولا بد أن يلقى 8: سرور وحزن واجتماع وفرقة، يسر وعسر، ثم سقم وعافية. يبقى 8 أشياء هتمر عليك وهتمر على الإنسان كله: سرور وحزن، حبة كده وحبة وحزن، اجتماع وفرقة. النهاردة أبوك معاك
بكرة هيسيبك وتوكل على الله. احنا قاعدين بعد شوية هنفترق، سرور وحزن واجتماع وفرقة، يسر وعسر، مش على طول الامور ايه ميسرة. وايه كمان؟ بعد اليسر فيه عسر، وبعد كده فيه سقم، وفيه ايه عافية. حد على طول صحيح؟ يبقى 8 أشياء لابد هتمر عليه، ولا بد للمرء أن يلقى 8. لكن العلماء لما قالوا يبقى المقصود بالحياة الطيبة دي حياة الجنة، لأن الدنيا ما فيهاش على طول راحة. لكن الجمهور قالوا لا، ده الحياة الطيبة معناها ايه؟ ده معناها في الدنيا، حتى وإن أصاب الإنسان من أكدارها ومن هذا ما يعانيه من آلام، فذلك يكون حسبة لله، ويكون هناك صبر ورضا. يبقى فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا، وتكون هذه الحياة الطيبة هي قناعته، فإن كان عنده قليل فبالقناعة صار كثيرا، لأن النبي يقول ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى الايه؟ النفس. وقالوا لو هذا الأمر مراد في الآخرة فلنحيينه حياة طيبة، يبقى نص الآية الثاني تكرار، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب ما هم كده يبقى ده تكرار، وهم لما يبقى في الآخرة يبقى الكلام ايه؟ لكن الحياة الطيبة على رأي الجمهور هتكون ايه؟ في الدنيا. ويرزق القناعة على رأي سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى رأي ابن عباس يرزق الرزق الحلال. يبقى فلنحيينه حياة طيبة هتبقى في الايه؟ في الدنيا. وعندهم ايه؟ عندهم قناعة، لان الانسان ممكن يبقى عنده اموال وما عندوش قناعة. شوف الناس اللي اكثر معدلات الانتحار في العالم في الدول التي يرتفع فيها مستوى معيشة الفرد. شوف النرويج والسويد وسويسرا والدول اللي هي يرتفع فيها يكثر الانتحار رغم ما عنده من الأموال والملذات، لكن عنده ايه؟ عنده فقد للسعادة أو لما هو من غذاء الروح، عنده متطلبات الجسد. الإنسان فينا مكون من ايه؟ روح وجسد. الجسد مقومات اللي بعيش لها الطعام والشراب ونحو ذلك، لكن ما تحتاجه الروح من الطمأنينة والاستقرار تستمده منين؟ من عند الله. يبقى من الإيمان، لأن الذي جعل الإيمان لك وارتضاه لك هو الله جل وعلا، لأنه علم أنك في حاجة لذلك. يبقى صلاحك بالإيمان. يبقى مهما كان غني ومهما كان عنده من الأموال لا يشعر بالسعادة ولا بالطمأنينة، بل يكون عنده ضيق، يشعر بالتعاسة. وهذا مصداقا لقوله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم. يبقى الظن العلماء قالوا ايه؟ منهم من قال هو ضيق القبر وضمة القبر حينما يدخل فتختلق أضلاعه أو يضيق عليه في قبره، هو الضنك. ده رأي للعلماء. الرأي الثاني الضنك هو الضيق الذي يكون عليه في نار جهنم. الضيق اللي هيكون عليه في ايه؟
في نار جهنم والعياذ بالله. لكن الرأي الثالث قال ايه؟ الضنك هو شدة المعيشة في الدنيا وضيق نفوسهم. يبقى معاه فلوس لكن مش مرتاح، وعنده شغف يبقى عنده أكتر، ويعيش في قلق وتوتر دائم. حتى لو بقى ملياردير عايش في ايه؟ في قلق وتوتر وعدم استقرار نفسي اللي احنا بنقول عليه، وعدم امن نفسي. ليه؟ لانه اعرض عن ذكر الله وترك الدواء الذي وصفه الله. إذن رب العزة جل وعلا بين لك أنك حينما تذكر الله يطمئن ايه؟ قلبك وترتاح نفسك، وحينما يتلبس الإيمان به ستعيش عيشة هنيئة. لا يهمك نقص المال ولا ضيق الحال، لأنك تحتسب أن لك بعد ذلك ما ينتظرك في الآخرة. وهذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. كل عمل يعمل ايه؟ إن أصابته ضراء صبر. عجبا لأمر المؤمن في الحديث إن أمره كله فيه ايه؟ خير. إن أصابته ضراء سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن الإيمان ينعكس على الحالة التي يكون عليها الإنسان، سواء كان في جميع معاملاته مع زوجته. لو كان مؤمن المرأة لا يكرم المرأة إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان سيجعله خياركم خياركم لنسائهم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يبقى الإيمان سيجعلك تتعامل مع الزوجة بما يرضي الله وعلى النقيض. الزوجة كذلك، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها عملت اللي ربنا قال لها عليه، ايه اللي هيحصل؟ وأطاعت زوجها. قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة أو من أبواب الجنة الثمانية. إذن الحياة الزوجية مقامها وصلاحها على الإيمان. مع الجيران كذلك، إذا كان لك جار سوء فصبرت عليه، ما مصيره؟ احتساب ذلك عند الله له الجنة. وهذا الذي صبرت عليه إن لم ينصلح حاله، ماذا قال النبي عن شأن المرأة التي كانت تؤذي جيرانها رغم أنها تصلي وتتصدق؟ قال هي في النار. لماذا؟ لأنها تؤذي جيرانها بإيه؟ بلسانها بس، ما سرقتش ما أخذتش، لكن تؤذي جيرانها بإيه؟ بلسانها. إذن وصف الإيمان انخلع، حينئذ قال النبي عنها إنها في النار. قس على ذلك بقية الأمور. لو تلبس الإيمان بالشخص سيشعر بالأمن والأمان ويشعر بالطمأنينة والاستقرار. وهذا هو الفرق بيننا وبين غير المؤمنين. سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي حينما أرسل سيدنا عمر جيشا لمحاربة الروم، وقع أسيرا وأخذوه إلى كبيرهم إلى قيصرهم، عرض عليه نصف ماله على أن يرجع عن دينه. تركوه 3 أيام وأمامه الخمر والخنزير، لكنه أبى. وحينما سألوه بعد مرور 3 أيام بين لهم أن له رخصة أن يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير عند الضرورة، لكنه ترك ذلك حتى لا يشمتهم في دين الله الإسلام. فعرض عليه عرضا. ما هو العرض؟ أن يقبل رأس هذا الحاكم ويخرج ويعطيه 100 من الأسرة، وقيل 300 من الأسرة.
فقبل وقبل رأسه، ورجع إلى سيدنا عمر ومعه الأسرى، فاستقبله سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال كلمة مشهورة: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي. ما الذي أعطاه تلك القوة التي كان عليها؟ الإيمان. إذن الذي يميزك أيها العبد المؤمن قوة الإيمان التي أودعها الله فيك، فإن تحقق لنا النصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيه؟ لا يستخلفن. يبقى ربنا هيستخلفك، هيمكنك، ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن هذا التمكين والمساكن الطيبة والجنات كل ذلك مرتبط بالإيمان. إذن الأسر الآن تحتاج إلى تحقيق الإيمان، وليس بالألفاظ ولكن بالتطبيق العملي الذي ينقصنا الآن، سواء في معاملة الزوجة مع زوجها أو الزوج مع زوجته، سواء مع أقاربك، سواء في عملك الذي أنت تعمل فيه. إذا تحقق وصف الإيمان فيك شعرت بالطمأنينة والاستقرار وعشت في نعيم. أختم بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم حتى لا أخذ كل الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أحد الصحابة طلع عليهم وعليه أثر ماء، على رأس رسول الله أثر ماء. يعني ايه؟ نبي كان بيغسل وخرجوا عليه اثر الايه؟ الماء باين عليه. قالوا نراك بخير يا رسول الله. قال الحمد لله. نراك طيب النفس اليوم يا رسول الله. يعني الحالة فيها انشراح صدر، فيها ابتسام في الوجه. قالوا نراك منشرح يا رسول الله، نراك بخير او طيب النفس يا رسول الله. قال اجل والحمد لله. ثم وجدهم يخوضون في الغنى، يتكلمون في الفلوس. الغنى الناس اللي معاها فلوس، وده بيزن في الفلوس وده بيتكلم وده. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى. الغنى مش مشكلة ومش عيب. لمين؟ لمن اتقى. يعني بيتقي ربنا في الفلوس اللي عنده، جابها منين وهيصرفها فين، هيصل بها رحم، هيؤدي حق الله فيه، ولا هيعمل فيها ايه؟ يبقى الغنى مش مشكلة ابدا، ولا الاسلام بيمنع الغنى ولا بيذم الغنى زي بعض الناس ما هي فكرة. لا، النبي قال لا بأس بالغنى لمن اتقى. ثم اسمع الثانية قال ايه؟ والصحة لمن اتقى خير من الغنى. برضو الصحة ربطها بالايه؟ بالتقوى. يبقى انت ممكن يبقى معاك فلوس، معاك اموال، بس ما عندكش العافية او الصحة، فمش هتقدر تتمتع بهذه الاموال ولا فائدة فيها. معاك فلوس وما انتش قادر تتمتع لان ما عندكش صحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن حينما تؤتى العافية، ولكن برضو مش أي عافية، ما تتفرعنش على الناس، ما تعتديش بالصحة دي على الناس. برضو زي الفلوس وزي المال ما كان له ضابط التقوى، الصحة لها ضابط كذلك وهي التقوى. انت هتعمل بصحتك دي ايه؟ هتضيعها في السهر فيما لا يفيد، ولا الصحة دي هتصلي وتقيم ليل وي 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 وتساعد الناس، ولا هتعمل ايه بالصحة؟ والصحة لمن اتقى خير من الغنى. يعني اللي عنده صحة وبيتقي ربنا فيها احسن من اللي عنده فلوس، لان انت ممكن تبقى راجل فقير حالك عايش كفاف، والنبي حبيبك بيقول ايه؟ قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنع بما آتاه الله. تاني، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، يعني الأمور ماشي على جده، وقنع بما آتاه الله، يبقى عنده رضا وقناعة باللي ربنا بيديهوله.
يبقى الصحة للي بيتقي ربنا احسن من اللي معاه فلوس وما عندوش صحة، لانه دوكا مش قادر الاخر ده مش قادر يتمتع بالايه؟ لا يستطيع ان يتمتع بالمال. يبقى لو عندك صحة افضل. الحاجة الثالثة الاخيرة النبي قالها بقى وهي الاساس، قال لهم ايه؟ وطيب النفس من النعيم. يبقى قال لك ما فيش مشكلة للي عنده فلوس وبيتقي ربنا، واللي احسن من اللي معاه فلوس اللي عنده صحة وبيتقي ربنا، واللي احسن منهم الاثنين اللي عنده ايه؟ طيب نفسي، يعني عنده راحة بال، عنده طمأنينة، عنده استقرار نفسي. حتى لو ما عندوش صحة هو نام على السرير وعايش في سعادة وراضي بالمرض اللي عنده، عشان عارف ان يوم القيامة ربنا هيبدله خيرا من ذلك. الحالة ما فيش فلوس والراجل ماشي على جده وبيستلف وبيجي الشهر يكمل من فلان، بس راضي وعايش سعيد. لكن التاني عنده فلوس وعنده صحة وعنده اموال في البنوك وطول الليل يتقلب مش عارف ينام. ليه؟ لانه ما عندوش رضا ولا قناعة ولا راحة بال. يبقى اللي احسن لك من الفلوس واللي احسن لك من الصحة الطمأنينة وراحة البال اللي ربنا بيديها لك، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ وطيب النفس من النعيم. في بعد النعيم حاجة احسن حاجة بقى، خلاص جاب القمة والكمال. اذن ادعو الجميع ان ينظروا الى ما اعطاهم الله من النعم وما اختصهم به من الفضائل، والا ينظروا الى ما في ايدي الناس ويتطلعوا الى ما عند الناس حتى لا يزدروا نعمة الله عليه. كما قال النبي: ما تنظرش للي اعلى منك في الدنيا، لكن انظر من اللي اعلى منك في الدين. ده بيصلي قد ايه، بيصوم قد ايه، بيقيم الليل، بيعمل، بيطلع لله، لكن اللي ربنا اعطاه رزق ما تنظرش، لان ربنا قسم لك رزقك وقسم لك صحتك وارتضى لك ذلك. عفوا للإطالة، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي يا رسول الله، الحب يبدأ بالقلوب، فكلما بانت سعاد وجدت قلبك ذابا. يا من ثنيات الوداع ويومها، يا راكبا لا يشبه الركاب. يا ليتني أحد أوني فوقه حجر يحب وحبة تتصابى. بالغت في هذا الدنو ولم ولا كعبا بلغت ولا بلغت كلابا. ما كان ربي أن يعذب شيبة شابت به ودمي بحبك شابا. الآن مع كلمة اللغة وأهل اللغة، مع كلمة الأستاذ الدكتور منير حمدين أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن أعطى وإن منع، حمدا يليق به بدءا ومختتما. كم نعمة حملت في طيها نقما، وكم نقمة حملت في طيها نعما. نرضى بما حكم المولى ونقبله، فإنما العدل فيما كان قد حكما. وما الحياة لأهليها سوى قسم، وما السعيد سوى الراضي بما قسما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه وهو أصدق القائلين: الذين آمنوا
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله قال في حديثه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، حاز المكارم رفعة وكمالا، ثم ارتقى فوق الأنام جمالا. قرآن ربك قد أتى بمديحه، ماذا سنكتب بعد ذاك مقالا؟ يا سيد السادات فضلك سابق والقدر عال، لم نحطه مجالا. صلى عليك الله حتى ينجلي هم ويعطى الواقفون نوالا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن استنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، طبتم جميعا وأسعد بلقائكم الليلة، وأشكر بعد الله عز وجل من كان سببا في تجمعنا في هذه اللقاءات الطيبة، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. والشكر كذلك موصول إلى من أسعد دائما بالجلوس إلى جواره، فضيلة الشيخ سلامة محمود عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية. والشكر كذلك لفضيلة الدكتور هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية. والشكر للجندي المجهول بمديرية أوقاف الإسكندرية فضيلة الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية. وكذا فضيلة الشيخ يحيى عبد الحميد طه مسؤول قسم الإرشاد الديني بمديرية الأوقاف. وفضيلة الشيخ علي البنا مدير إدارة أوقاف المنتزه. وفضيلة الشيخ أحمد طيلون وفضيلة الشيخ محمد حراز وجميع المشايخ اللي شرفونا. وأختم بفضيلة الدكتور العالم الجليل صاحب السمت الطيب فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة الذي أسعد دائما بلقاء. وأشكر حضراتكم وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا جميعا. موضوع الليل: أثر الإيمان في تحقيق الأمن والاستقرار النفسي. الإنسان إذا ما حقق الإيمان في قلبه يسعد ويطمئن، فإن لم يطمئن فلا بد عليه من أن يراجع إيمانه. أكيد يكون فيه خلل، لأن الله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذن هذا من الله عز وجل، فلا بد للإنسان أن يفتش في نفسه ليجد الخلل ويقوم بإصلاحه. فإذا ما حقق الإنسان الإيمان يعلم تمام العلم أن الله عز وجل لا يصنع بعباده إلا ما فيه المصلحة. علم ذلك الإنسان أو جهله، فالله عز وجل لن يصنع بنا إلا ما ينفعنا، والوقائع كثيرة والأحداث على ذلك كثيرة. فحينما يحقق ذلك في نفسه سيطمئن. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأنه يعلم تمام العلم أن ما حدث فيه مصلحته هو، والله عز وجل نحن خلقه، فلن يفعل الله عز وجل في خلقه ما يضرهم أبدا، وإنما هو ابتلاء وتمحيص من الله جل وعلا. أحد الوزراء لملك كان دائما كلما حدث معه أمر يقول لعله خير، لعله إيه؟ خير. في يوم من الأيام قطعت إصبع الملك، فقال لعله خير، سمعه الملك، قطعت إصبعي وتقول خير، زجوا به في السجن، أدخله السجن وهو داخل قال لعله خير. في اليوم الثاني خرج الملك على عادته ليصطاد، في الطريق نأى به الصيد، يعني بعد، لقيه أناس من المجوس أرادوا أن يذبحوه ليقدموه قربانا لآلهته، فأخذوه وأرادوا ذبحه فوجدوا إصبعه قد قطعت، فقالوا كيف نقرب قربانا معيوبا، فتركوه، فعاد فرحا، كتبت له الحياة مرة ثانية، ائتوني بالوزير اخرجوه من السجن، فأخرجه، قال نعم لقد قلت لعله خير فحدث معي كذا وكذا، ولكني سمعتك تقول وأنت داخل السجن لعله خير، فما الخير حينما تدخل السجن؟ قال أيها الملك كنت أخرج معك في رحلة الصيد كل أسبوع، ولو خرجت معك لأخذت أنا، فالخير فيما أراده الله، لأنه يحقق ثباتا واستقرارا وطمأنينة، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت ظل شجرة، وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه، فأتاه أعرابي وهو نائم وأخذ السيف وقال من يمنعك مني الآن؟ فقال الله، قالها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم في ثقة ويقين وثبات يقول الله، فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأنت من يمنعك مني الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله هو الحافظ، هو الذي يحفظه، فاطمأن قلبه. لذا حينما أراد أن يعلم الأمة في شخص عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله. إحساسك أنت بأن الله حافظك سيجعلك تطمئن، تكون في راحة في سكينة. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالحافظ هو الله، والله عز وجل يصنع بنا في دنيانا ما فيه مصلحة لنا
ده فيه مصلحة. والابتلاءات التي تحدث في حياة الإنسان إما لرفع درجة أو لتكفير سيئة، وفي كل خير، والخير في ذلك في صنع الله، في تدبير الله، وفي تقدير الله. لذلك فإن من رضي فله الرضا، ومن سخط. إذن كل إنسان يعامل ويجازى على رد فعله هو تجاه قدر الله جل وعلا. الإنسان المؤمن يعلم قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذا ما أيقن ذلك يعلم يقينا أن الرزاق هو الله، وأن رزقه سيأتي حتما. يتوكل على الله ويترك الأمر كله لله. ذنون في يوم من الأيام كان جالسا على شاطئ النيل، فرأى عقرب. شاف عقرب يتحرك بسرعة، فتبعه فوجده وصل إلى الشاطئ، وجد ضفدع. عارفين كلنا الضفدع. فصعد على ظهر الضفدع عشان نعرف أن الله عز وجل هو الذي يحفظنا ويسخر من مخلوقاته لإنجاء مخلوقاته. تحرك الضفدع حاملا العقرب، يقول: فأردت أن أرى ماذا سيحدث، فركبت البحر النيل، فوجدت أن الضفدع قد وصل إلى الشاطئ الآخر، الجانب الآخر، فنزلت فتبعته. أنا ماشي وراه عايز أشوف. فسار العقرب بسرعة، فتبعته فوجدت شابا نائما، ووجدت أفعى تقترب من هذا الشاب النائم. فلما أرادت الأفعى أن تلدغ هذا الشاب وجدت العقرب، لدغها ولدغت، وماتا معا، وحفظ الله عز وجل هذا الشاب. الذي يحفظ العباد هو الله. إذن نلجأ إلى من؟ إلى الله. دائما يكون توكلنا على الله الذي يرزق كل إنسان. لو جلس كل واحد منا الآن ليفكر فيما حدث معه في كثير من الأحيان، في بعض الأحيان يضيق الأمر علينا، لتجد من يأتيك بمبلغ من المال كنت قد أقرضته إياه منذ زمن ونسيت أنت هذا المال، أو أن في العمل يأتيك مبلغ من المال وأنت لم تفكر فيه. إذن الإيمان إذا ما حققناه جيدا في أنفسنا اطمأنت قلوبنا. لذلك كما قال فضيلة الدكتور عبد العزيز، في كثير من الدول حالات انتحار كثيرة. في سويسرا مكان مخصص لمن أراد الانتحار،
يذهب الشخص إلى ذلك المكان ومعه بعض أفراد عائلته ويقومون بالتوقيع على إقرار أنه يريد الموت، فيعطيه الطبيب مادة قاتلة فيموت دون أن يتألم. إذن نحن في نعمة، الإيمان نعمة كبيرة. هناك كريستينا أوناسيس، دي ابنة ملياردير يونان. هذه الفتاة مات أبوها وترك لها مليارات الدولارات، مليارات الدولارات. بعد وفاة أبيها أمها تزوجت ثم طلقت، وأخوها مات في حادثة طائرة. هذه الفتاة كانت تبحث عن ماذا؟ تبحث عن الراحة والسعادة والطمأنينة. تزوجت كم مرة؟ 4 من شاب أمريكي ثم طلقت، شاب يوناني ثم طلقت، شاب روسي شيوعي. حتى لما سألوها قالوا كيف تتقابل الرأسمالية مع الشيوعية؟ قالت بالحرف الواحد: أبحث عن السعادة، أبحث عن السعادة. ثم لم تجد السعادة فطلقت، فتزوجت من شاب فرنسي ثم طلقت. فكانوا يقولون لها: أنت أغنى امرأة في العالم. قالت: نعم، أنا أغنى امرأة في العالم، ولكني في الوقت نفسه أشقى امرأة في العالم. وجدوها في النهاية ميتة في شاليه في الأرجنتين. هؤلاء لو اتجهوا إلى الإسلام لوجدوا فيه الراحة والطمأنينة، كما فعل الرجل الأمريكي الذي كان لديه من الأموال الكثير والكثير ولكنه لم يجد السعادة. كان كلما دخل على عامله موظفه في شركته يجد الشاب، وكان شابا سوريا مبتسما سعيدا، فاسأله: من أين تأتي بهذه السعادة التي لا أشعر أنا بها؟ قال: من ديننا. قال: ودينكم يجعلكم سعداء؟ قال: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فقال: لو دخلت أنا دينكم سأكون سعيدا مثلكم؟ قال: نعم. وماذا أصنع؟ قال: اذهب فاغتسل ثم تعالى لتعلن الشهادة. يقول: فبعدما نطق بالشهادتين أخذ يبكي بكاء شديدا، فتركوه. فلما انتهى من بكائه قالوا: لما تبكي؟ قال: والله لقد شعرت الآن براحة وسعادة لم أشعر بها من قبل. الإيمان لابد أن نفتش جيدا في أنفسنا لنعود إلى تلك الطمأنينة التي نحياها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لم يقل ربنا ألا تطمئن القلوب بذكر الله، لا، ألا بذكر الله، أي هذا قصر وتخصيص، أي بذكر الله لا بذكر غيره تطمئن القلوب. مهما ذكر الإنسان غير الله فلن يطمئن قلبه إلا
بذكر الله وحده، فبذكر الله وحده تطمئن قلوبنا وقرآننا. يقول فأي الفريقين أحق بالإيه؟ بالأمن. ثم في الآية التي تليها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذن راحتنا وسعادتنا واستقرارنا النفسي يكون في ديننا. وأختم بموقف قصير لرجل في حالة غضب يقول لزوجته لأشقينك، فقالت في ثبات ويقين لا تستطيع أن تشقيني. فقال وكيف؟ لا أستطيع. قالت في ثقة أنت لا تستطيع أن تشقيني كما لا تستطيع أن تسعدني. لو كانت السعادة في مال لمنعته عني، لو كانت السعادة في زينة لحجبتها عني، ولكن السعادة في إيماني، وإيماني في قلبي، ولا يملك القلوب إلا الله. فالسعادة والطمأنينة والراحة في ديننا في قرآننا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا أريد أن أطيل على حضراتكم لأني أشتاق أكثر منكم إلى سماع فضيلة العالم الجليل الخطيب المفوه المتحدث اللبق. استعدوا جيدا لسماعه كما أجلس أنا للإنصات إلى حديثه فضيلة الشيخ سلامة محمود عبد الرازق نجد. وأشكركم على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دكتور حمدين، دكتور منير، في ابتداء كلمته مثلي ومثلك كمثل القائل لقد مشيت وراء القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لقيت من عرج، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في الناس من فرج، وإن ضللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في الناس من حرج. ذهبوا يبحثون عن السعادة فاكتشفوا أنهم امتلكوا اللذة، وشتان ما بين اللذة والسعادة. اللذة تحتاج إلى وقت مهدود، وإلى عمر ضائع، وإلى مال مفقود، كل ذلك ضائع. أما السعادة فقوامها الإيمان بالله، والإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء في سنته المطهرة، جاء ليربي المجتمع المسلم. السادة الكرام، علماء ابنة من بنات المعمورة الطالبة مريم طاهر، الأولى على مستوى الجمهورية في الإنشاد الديني، وهي طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالإسكندرية، تريد أن تعرض لكم بضاعتها فتؤدب نفسها أمام أيديكم. تفضلي يا مريم. تمام. وديلي سلامي يا رايح للحرم، وادعيلي وسلملي على هادي الأمم. وديلي سلامي يا رايح للحرم،
هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يغشاها. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يغشاها. يحرسها ربي ويرعاها، واذكرني أمامها وادعيلي يا سايب بهمة من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم اتذكرني بدعوة، يا طالع على جبل الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة، يا طالع على جبل الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة. اطلب من مولانا الرحمة، واذكرني أمامها وادعيلي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي. غرام شاغلني ملا كل فؤادي. ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي، ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي. سلم على طه التهامي، واسأله شفاعة وادعيلي ومع مسك الختام الناس مشتاقة والله ناس مشتاقة. ومع مسك الختام وكلمة معالي وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق نجم فليتفضل. ما شاء الله عليك. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه وشريعته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، طبتم جميعا وطاب مسعاكم وممشاكم وتبوأتم في الجنة ومن الجنة منزلا. وأسأل الله العلي القدير أسأل الله العلي القدير أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه الجلسة تلك اللحظات في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه، وأن يجعلها شفاء لأسقامنا، ذهابا لهمومنا، ذهابا لأحزاننا، شفاء لأسقامنا وأمراضنا، حفظا لأوطاننا وأعراضنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد بادئ بدء شكرا معالي الدكتور الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أن أتاح لنا مثل هذه اللقاءات التي تجمعنا بهذه القلوب وهذه الوجوه النيرة والقلوب المستنيرة بالإيمان المضيئة بطاعة الله وبالصلاة على الحبيب النبي العدناني صلى الله عليه وسلم. ثم شكرا فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذا الرجل الذي يعني نكن له كل احترام وتقدير ونتعلم منه كثيرا. شكرا أستاذ دكتور منير حمدين، هذا المعلم والمربي والمتحدث الفاضل الذي أشرف دائما بالجلوس إلى جانبه وأجلس والله وأنا أتعلم منه الكثير والكثير، وهذا شرف لي. شكرا لحضراتكم على بقائكم معنا حتى هذا الوقت والحوار حول الإيمان في دقائق معدودة، يعني مش هنطول، كلمتين مختصرين كده قد ساعة ونص ونخلص ان شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك فيك، ربنا يديك الصحة، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، ربنا يا رب يبارك لك فيهم. احنا معاك لحد ما تقول بس كفايه.
الحديث عن الإيمان، وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الإيضاح والتفصيل. انت تقصد ايه بالإيمان يا شيخنا؟ تقصد ان انا كتبت في البطاقة الديانة مسلم، ما عايزش البطاقة، مش عايزك تكتب فيها مسلم او غير مسلم، مش عايز البطاقة دي، انا عايز البطاقة المحمدية الربانية، في بطاقة تانية رقم محمدي الهي. الرقم المحمدي لحقيقة البطاقة الإيمانية حين قال الإيمان ما وقر فين؟ في البطاقة، في القلب، وصدقه، مش السجل، لا السجل ده غير السجل ده. السجل ده خد البطاقة وامشي، السجل دكهو. ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب، ده السجل. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. السجل ذكر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. شفت الحد فين؟ ده فرق بين ده، عشان كده قال لك ما وقر في القلب وصدقه العمل. يا عم انا مسلم وابويا مسلم وابن مسلم، هو انت جاي تعلمنا الاسلام دلوقتي؟ لا انا جاي اقول لك تعالى انا وانت نحط ايدينا ونشوف احنا فعلا مؤمنين ولا مسلمين، ولا لا حصلنا دول ولا دول. انا هتلاقي بقى البعض دلوقتي بيقول لك ايه، يخرب بيتك يا راجل انت بادئها لنا ليله كده من الاول. لا والله هي دي الحقيقه. اما كنتش تقف، اصله برضه سيدنا النبي قال الكيس الذكي الفطن من دان نفسه، من دان اتهم نفسه ده بالتقصير. مش بركعتين انا كده خلاص انا ضمنت الجنه، مش انا تصدقت ب2 جنيه كده انا رايح مش لا 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 مهما يحزن. اسمعنا استاذنا كده هو بيقول لك تبص للي اعلى منك في الدين مش في الدنيا، وبص للي اقل منك في الدنيا. لو حسبتها كده هترتاح. مهما تبص للي اعلى منك هتلاقي نفسك متواضع وبتتهم نفسك دايما انك مقصر. انا فين يا عم من الراجل ده؟ انا فين يا عم من اللي اتعملت له العمليه وهو بيصلي ساجد بين ايدين ربنا ورفض ياخد بنج عشان ما يغيبش عن الذكر بين يدي الله، واجريت له العمليه وقطعت الساق، حتى انهم بعد ما قطعوا وانتهوا مستغربين ما تحركش. خلص قال لهم خلصتوا فرغتم من قطع ساقي؟ قالوا له غريبه يا اخي انت ما حسيتش؟ قال لهم اذا خلوت بربي تعلق به قلبي، ما حسش بغيره. النهارده انت قاعد في الجامع وبتفكر ازاي تطلع الصبح على الحي تعمل الشكوى عشان توقف حال الراجل اللي بيصب السقف بتاع الدور التاني. مؤمن معلش انا فقري شويه.
والله هي الدنيا مليانه مشاكل ليه؟ نقول مؤمنين؟ لا يا اخي، مؤمن افرح لعطاء ربنا لغيرك كما لو انه لك. طب اقول لك بلاش من غيرك، انت فرحت لما ربنا سلب منك نعمه زي ما وديها لك كفرحك يوم ان اعطاك اياها. انت رضيت بعطاء ربنا لما انزل عليك النعمة زي ما فرحت لما انزل عليك النعمة. هو ده المقياس. الولد يوم ما اتولد انت زغرطت والدنيا راست وهاصت، ولما جالك الخبر الواد القطر فرمه بقى هو يا رب ما فيش الا انا قدام منك. اي والله، اي والله. يعني بقى انت لفيت الدنيا بحالها ما لقيتش الا تم ابن فلان هناك هو طول الليل مسكونه في حته وكل ليله مسكونه في حته شيك، وفلان ابوه نفسه طول الليل مش عارف بيعمل ايه وطول النهار مسكونه مش عارف فين، وانا بقى اللي مقطع حصر المسجد بتاعك من العباده تقوم كل يوم تبعت له مصيبه. طب طلاق بالثلاثه ما انا مصلي لك تاني يا عم. اي والله كده. ايوه ما هو ربنا اللي قال كده مش انا، والله ربنا اللي قال. ما احنا مشكلتنا ان احنا بنعملش العقل مع واسقاط النص على الواقع ونعمل العقل كده في ربنا اللي قال ومن الناس من يعبد الله على حرف. اهو متشعبط وقاطف في البطاقه دي انا مسلم، لكن هو فين في الامور دي كلها؟ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هدي الكارثة. اول ما يكون عندك مشكلة تفضل مقطع حصر المسجد من الصلاة والعبادة طول الليل واقف عمال بتدعي ربنا ويا رب والنبي انا عبدك المسكين، وتنظم كده في ابيات وفي كلمات وتطلع معاك فل متذلل قمة الذل، واول ما يفتح عليك ربنا ويفرج الكرب عنك تسمع الاذان تقول ما انا طول الليل سهران بدعيه. يعني هي وقفت على الوقت ده، نام بقى. ايوه ما هي خلصت القضيه، ما هي انفضت. ابقى مؤمن؟ لا، ما وقر في القلب وصدقه العمل. مش سمعتم لما قالوا لنا اساتذتنا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم؟ طب ده انت ظلمت، اول ما ظلمت نفسك. لما حقدت على عطاء ربنا لغيرك انت ظالم لنفسك. لما مرضتش بعطاء ربنا لك انت ظالم لنفسك. في الوقت اللي فيه قال لك خلي بالك ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. مش غني، مش تكن غني، لا اغنى الناس. يعني مهما تشوف غني قدام منك من عطاءات ربنا له انت بس بمجرد رضائك بعطاء الله لك انت اغنى منه. لان هتلاقي في قلبك السكينة اللي بتقول لك يا عمي ربنا مدخر لنا في الاخر احسن. يا عم سيب ربنا يعينه على الجواب اللي هيتوجه له يوم القيامة والسؤال بتاعه يا ترى هيقدر يجاوب ولا ربنا بقى يخففها علينا وعليه. هتفضل طول عمرك راضي وقانع والامور مستقرة معاك. فلان ربنا اداله عطاء ربنا له، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ولسانك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. مش بس قالوا احنا مسلمين ونطقوا بالشهادتين، لا ما ينفعش. لازم انت قلت انا مسلم، شوف بقى منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللسان اللي خلاك طلعت الوحشة
تطلع الحلو. المصدر واحد، بكلمة ربنا يرد عنك النار يوم القيامة 70 خريف، وبكلمة تهوى في النار يوم القيامة 70 خريف. والمصدر واحد هو اللسان. حرك كل الجوارح دي، اللسان والايد القلب. يا عشان كده ربك قال ما وسعني ارضي ولا سمائي. لا الارض رغم اتساعها ولا السماء رغم قطرها وعلوها وسعت عظمة وهيبة ربنا. ما وسعني اي ما وسع جلالي ولا عظمتي ولا هيبتي ولا قدرتي ولا ارضي ولا سمائي. امال ايه يا رب؟ قال وسعني قلب عبدي المؤمن. هو ده اللي اول ما يتعرض عليه الحرام يقول لك يا عم ربنا يكفينا شر ويعمينا عنه. مش بتاعنا. مش اول ما يلاقي الدنيا مزناها كده يقول لك الحق لو بيت ابوك خرب الحق اسحب لك منه قالب بزيادة خراب. طب هتسد في الدنيا، طب في الاخرة مفيش. طب ما تبص كده للقصص القرآني اللي تكلم عن الناس اللي اعطاهم، زي ما سمعت كده الدكتور وهو بيكلمنا عن المليارديرة. شوف مليارات وفي النهاية الموت. شوف كم واحد وتبحث عن السعادة. حظي انا منيل انها ماتت قبل ما اتولد انا، ومع هذا سعادة. السعادة هنا فين؟ طب اسمع بقى، اسمع. انت مصدق بالقرآن ولا مش مصدق ابوه؟ طب ما تصلي على سيدنا النبي. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الإيمان اللي هيخليك عطائك وقت الأزمات والشدة يزداد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مش اللي انت بقى وانت قاعد مرتاح والدنيا مرتاحة معاك خد يد 10 دي وخد يد 100 دي. لا ده في عز ما انت محتاج قلت لا ده اللي عند ربنا احسن، لان انا امنت بكلام ربنا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ده الإيمان. ده يقولوا له يا عم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كان يرد عليهم ويقول لهم إيه؟ أوتيت على علم عندي، أنا عملت بعرقي. عرقك مين يا محترم؟ عرقك مين؟ ده ربنا غرس لك وزرع لك وكون لك وعمل لك قبل ما تتولد. ده انت وانت لسه نطفة مأنهين علق مضغ عظام كسى العظام لحمة انشاك خلق لك وانت لسه لا حول لك ولا قوة، وانت في بطن امك عمل لك مساند وتنكيات عشان تبقى في بطن امك وانت قاعد متجسطن وكله بيخدم عليك، وانت لسه في بطن امك والله عمل لك متكئ عن اليمين ومتكئ مسند يعني بالونه عشان لما الضربه اللي احنا قلنا عليها اللي دول صنعناها عشان لما العربيه تتخبط خبطه البالونه دي تروح منفوخه تحمي السواق. انت عملتها؟ لا ده ربنا عملها لك من زمان بس انت اللي ما كنتش واخد بالك. الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء
الحدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. والله وانت لسه مالكش لا حول ولا قوة، عمل لك مسند عن اليمين ومسند عن الشمال، وعمل لك حبل سري كتيبة امداد لك عن طريق الفم لامك، ثم اسنان بتمضغ، ثم مريء يعمل مش عارف ايه، ثم الحبل السري يوصل لك الغذاء منقى. من القادر؟ وانت لسه عمل لك الكبد والطحال مساند. ليه؟ عشان لو امك وهي حامل فيك اتضرب الضرب او جات لها خبطه المسند يستقبلها تجيلك انت خفيفه ما توصلش ليك انت وانت قاعد متجسطر ما فيش اي حاجه خالص. يا سلام. ولسه برضه ما عندكش ايمان ولا يقين في الله. طب امتى هتترجم ده عمل؟ امتى هتعرف ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك؟ امتى هتعرف ان ربنا لما منع عنك منعك عشان يمنحك؟ والله ما منعك الا ليعطيك. ما هو خرج الملك بيقول لهم النهارده انا عايز ابحث كده وهعمل مكافأة واعمل جايزة، كلام من ده هعمل جايزة للي يقول لي كلمة طيبة واللي اسمع منه كلمة طيبة او يعمل عمل طيب. خد بعضه وخرج الملك وخارج الجنود معاه، عدى على راجل تجاوز 60 سنة بيعمل ايه؟ بيلعب دومنة. قاعد هو اللي جنب منه الدش ودبك وابيض ضهار وخش بالشيش والدرج. امال بيعمل ايه؟ بيغرس شجرة زيتون. شجرة زيتون. شفت لحد فين ده؟ شجرة زيتون. فالملك استغرب قال له تعالى يا راجل انت عديت 60 سنة وتزرع شجرة زيتون، انت لسه عندك امل انك تعيش 10 سنين كمان اللي هي عمر شجرة الزيتون تطرح بعد 10 سنين، لسه عندك امل انك تعيش كمان 10 سنين تزرعها ليه؟ قال له زرع غيرنا فاكلنا وانا اغرس او ازرع ليأكل غيرنا. غيرنا زرعوا لنا وكلنا، احنا برضو كمان بنغرس عشان غيرنا ياكل. قال لهم والله الكلام طيب، ادوا له 1000 دينار. فضحك. الملك بيسأله بيقول له بتضحك ليه؟ قال له شجرة الزيتون بتطرح بعد 10 سنين وانا زرعتي طرحت في يوم واحد في ساعتها طرح. قال والله كلمة طيبة فعلا، اديله كمان 1000 دينار. خد ال1000 دينار ضحك. قال له بتضحك ليه تاني؟ قال له شجرة الزيتون بعد 10 سنين تطرح في اليوم في السنة مرة، انا زرعتي طرحت في الساعة الواحدة مرتين. قال اديله 1000 دينار. ادى 1000 دينار وخد بعضه وطلع جري. العساكر قالوا انت طلع تجري ليه؟ قال لهم والله الراجل كل ما يتكلم هديله 1000 دينار، لو قعدت معاه هيخلص الخزينه بتاع المال اللي عندي كله وبرضه مش هيخلص، لان البلد الطيب بده ما وقر في القلب وصدقه العمل. مش يلا نخربها ويا علينا وعلى اعدائنا، لا، هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، اي طلب منكم ان تعمروها. كل واحد فينا بدوره، والله كل واحد فينا بدوره. طب انت في خضم الصراعات اللي احنا فيها ايمانك موديك لحد فين؟ انت اللي بتسأل نفسك، وانت اللي بتحكم على نفسك، وانت اللي سمعت مني وسمعت من غيري، وانت اللي هتحكم على نفسك وتقول يا ترى انا فعلا محقق الايمان ولا مع اول مطب برمي البطاقة ورا ظهري. لا، عملها سيدنا موسى مع القوم بتاعه. اول ما فرعون قال لهم ده احنا هنوريكم، هنخلوا عشتكم طين،
هندبح ونقتل ونصلب ونعمل وخرجوا فرين وصلوا للبحر الاحمر وفرعون وجنوده وراه العساكر او اصحاب سيدنا موسى قالوا ايه انا لمدركون، احنا ضايعين يا موسى ضايعين، البحر قدامنا وما بنعرفش نعوم وفرعون ورانا وملناش طاقة بمواجهته. اسمع للمشهد ده، شوف حقيقة الإيمان بقى عند سيدنا موسى ودول أهمت مع نبي. اسمع للقرآن لما حكى المشهد ده قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، احنا ضايعين. الايمان في قلب سيدنا موسى بقى اتحرك وقال ايه؟ قال كلا ان معي ربي سيهدين، انا معايا ربنا. البحر الاحمر دمنا فرعون بجبروته اللي قال انا ربكم الاعلى ورا منه، بس هو بيقول ان معي ربي. لا معاك ايامها زوارق حربيه ولا غواصات ولا عوامات ولا طقم شمبر ولا بس معاه ايمان وقال ان معي ربي. طب يلا يا رب هتحرك الجيوش بتاعتنا مننا حته، قال له اضرب بعصاك البحر. بالله عليك يا راجل البحر ده ينفع معاه عصايه؟ بحسبتي انا وانت لا، والله حسبتي انا وانت لا، لكن اليقين والايمان بقى قالوا ايه؟ اضرب بعصاك البحر. سيدنا موسى ما تكلمش ما جادلش، اصله عارف، هو عارف ومصدق، هو بيدور فين يا رب البحر؟ قال له في الحته الفلانيه. اضرب بعصاك البحر. يقول ما قالش كمان فضرب البحر، لا اضرب بعصاك البحر، يعني كأن سيدنا موسى ما قعدش يسأل ولا يجادل، اول ما قال له اضرب راح منفذ. يقول لك فانفلق البحر الاحمر، انفلق. اصل كان بيضرب بصواريخ باليستية حاملة رؤوس نووية. البحر لا صلى على سيدنا النبي، والله انا ما اقصد حاجه، بس عشان ما تروحش لبعيد وليلتك ما تعديش وانت حر انت اهو. ايوه اضرب بعصاك البحر فانفلق. اسمع للوصف، فكان كل فرق كالطود العظيم. الله اكبر، اتفلق البحر نصين وما بينهم طريق، يبقى هنوهر يا عم، ده ماسورة المية بتضرب بتفضل الحالة غرقانة يجي سنة على ما تنشف. يا عم ده مش عارف حنفية المية بتغرق البيت وندور على السباكين مش لاقيينهم. يا عم ده مش عارف، انت بتتكلمني في البحر الاحمر؟ ما اتكلمش. انت عارف ان ربنا قال له ايه؟ قال له الطريق ده ايه؟ يابسة، طريقا يابسة ناشف متسفل، لو واخدها شركة وهتأدينا على قفانا وتحاسبنا ولا لا. قال له يعني صنع الله. عدى سيدنا موسى والناس اللي معاه وفل الفل. سيدنا موسى بقى فكر ان السر في العصا بتاعته، فقال لك اقفل الطريق على الأدب. ايوه دي خطة استراتيجية احنا ناخد منها درس، الجيوش تاخد منها درس دلوقتي. عايز يأمن الطريق بقى ويقطع الطريق على العدو عشان يبص قدامه وينسى اللي وراه، فمتدور يضرب البحر تاني بالعصايه، مفكر ان السر في العصايه هترجع له البحر تاني. ربنا قال له لا مالكش دعوه انت بالقصه دي، اترك البحر رهوا انهم جند. احنا عايزين نوريهم قيمتهم لحد فين وقوتهم لحد فين. اتكل انت على الله. مش سيدنا موسى وصاحبنا نزل وراه بالجنود وعنتريته برضه، انا ربكم الاعلى اليس لي ملك مصر وهذه الانهار؟ في الانهار اهي يا عم. طب ما تشوف اللي انت ادعيت ملكيته ونسيت عطاء الله ليه؟ مش انت بتقول البحار والانهار دي ملكك؟ ما يلا يا سيدي وريني قوتك. لما تقول ده ابنه ما انتش قادر تحكم عليه يبقى ما تبقاش راجل، مش كده ولا ايه؟ طب انت بتقول ده ملكك يبقى ما انتش مالك، اتحكم فيه بقى. ما اتحكمتش فيه ما تبقاش مالك له، يبقى انت مفتري على الله كذبك. عمال ينادي ادركني يا موسى، اغثني يا موسى، انقذني يا موسى.
سيدنا موسى عايز يجيب له بحر على البحر، هو هينقذه، ده عايز يخلص منه. ورغم كده شوف ربك بقى ورحمته، يقول له يا موسى استغاث بك فرعون 70 مرة يقول أغثني يا موسى، أنقذني يا موسى، أدركني يا موسى، وأنت لم تغيثه ولم تنقذه. وعزتي وجلالي لو ناداني مرة واحدة وقال أغثني يا الله لوجدني بجانبه أنقذه. مرة واحدة. شوف شتان بين الإيمان الحقيقي والإيمان الورقي. قالها نبيكم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال له الصديق لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. هنضيع يا رسول الله؟ قال له ما ظنك باثنين الله ثالث. لا خدها صريحة، لا تحزن إن الله معنا. أسأل المولى عز وجل أن يكون معنا جميعا في كل ما يرضيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصرنا وجيشنا وأمننا يا رب العالمين، واحفظ شبابنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظنا من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين ومن غدر الغادرين ومن مخططات الكافرين، واجعل مصر وأمنها وجيشها وشعبها في ضمانك وأمانك إلى يوم الدين، وأعد للأمة العربية مجدها وعزها يا رب العالمين. آمين آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته، وشكر الله لحضراتكم جميعا. السادة الكرام، لسه الحفل ما انتهاش يا اخوان. السادة الكرام، لقد قام أهل المعمورة الكرام وعلى رأسهم حاج جابر أبو عمو أستاذ حسن الصعيدي أستاذ حسن المن وكل أهلنا الكرام بتقديم شيء ولو رمزي تعبيرا عن حبهم وتقديرهم السادة علماء الإسكندرية الأفاضل. يتفضل. تفضل الشيخ سلامة عبد الرازق، سلم هذا الدرع. ماشي سلم. اقعد يا بنت، اقعد. فضيلة دكتور منير حمدي، فضيلة دكتور عبد العزيز أبو خزيمة، نيابة على أهل المعمورة، وجزاكم الله خير ونفع بكم، شرفتونا وجزاكم الله كل خير. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام وهذه الليلة في ميزان حسناتكم جميعا يا رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله. صورة مع المجموعة.